السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ في فيديو جديد ومشكلة جديدة معانا النهاردة هنحلها. هي مشكلة التو سم. طيب، ايه هي مشكلة التو سم اصلا؟ بيقولك ان انا هديك array of integers اسمها nums، وهديك target. ماشي. والمطلوب اللي احنا نرجع الاندكس بتاع الاي والجي لما لما النمز اوف الاي والنمز اوف الجي بيكوال التارجت. بمعنى يعني هو مثلا هيديك الاري دي 3 و4 و5 و6 والتارجت 7. امتى في هنا رقمين هيساوي 7؟ لازم يبقى في رقمين هيساوي 7 اللي هم 3 و4 في الحالة بتاعتنا. طيب، بس بشرط ان الاي مش هتساوي الجي. ده طبيعي، مفيش اندكس يعني ما تساويش مثلا ايه 10، يبقى نفس الرقم يتكرر مرتين. دي بكل بساطة الفكرة بتاعت المسألة بتاعتنا. تعالى بقى نبدأ نحل بسرعة. هي أول حل ممكن يجي في دماغنا، أول حل ممكن يجي في دماغنا دلوقتي إن أنا يبقى عندي لوب أساسية، واللوب التانية تبص على باقي الأرقام وتجمع. لو ساووا التارجت بتاعنا خلاص هريتيرن. تمام. طيب، ده نعمله إزاي؟ لو أنا عندي هنا، بس نجيب القلم. لو أنا عندي هنا ماشي، مثلا زي ما هو قايل 3 و4 و5 و6. تمام. وأنا التارجت بتاعي مثلا هفترض اللي هو 10. هشتغل على دي ازاي؟ أول لوب عندنا هتمسك التلاتة. طيب، 3 زائد 4 مش ب10. هنجيب القلم تاني. طب 3 زائد 5 برضو مش ب10. 3 زائد 6 مش ب10، يبقى النسبة هنا مش مناسبة. طيب، أنا لما أجي همسح الحاجات دي هاجي عند الأربعة. ماشي. هل الأربعة زائد الخمسة زي ما احنا هنقول، احنا مش هنرجع لورا لأن ده هيكلفني كوست بعدين. تمام. هل الأربعة زائد 5 بيساوي العشرة؟ لأ. هل الأربعة زائد 6 بيساوي العشرة؟ الأربعة زائد 6 بيساوي العشرة. يبقى إذا في الحالة دي أنا هعمل ريتيرن على طول. طيب، تعالى نحل بقى كودينج. هو أنا جيت لو أنا جيت بس قلت عندي فانكشن اسمها مثلا to sum، والفانكشن دي بالنسبة لي هتاخد تو بارامترز، صح كده؟ اللي هما بالنسبة لي النمز والتارجت. ماشي. وتعالى نعمل لوج سريع، نرن في الفانكشن دي، نحط التست كيسز بتاعتنا اللي هما مثلا بالنسبة لي. تعالى ناخد نفس التست كيسز النمز دي، وهتريترن 7. تمام. وهنا مثلا هو هنا قايل لي مثال تاني مثلا 4 و5 و6 وهريترن 10. فأنا هاجي أمسح هنا دول كده، والريترن بالنسبة لي هيبقى 10. دي الأوتبوت بتاعها 0 و2 اللي هو الإندكس، والإندكس 3. 0 و2 أدت 0 اللي هو 3 زائد 5، لأ يبقى 0 و1. دي 0 و1، دي اللي 0 و2، لأن ال4 زائد 6 هيساوي 10. تمام. لو أنا جيت هنا 0 و2. طيب، ازاي اشتغل بقى على اللوب بتاعتي؟ مجرد ان انا هاجي اقول له فور لوب عادية على ايه؟ هتبدأ من اول الاي بي ايكوال الزيرو طول ما الاي اقل من النمز دوت لينز، والاي بلس بلس. طيب، هعمل اللوب الداخلية اللي احنا اتفقنا عليها من شوية. اللوب الداخلية اللي هي هتمسك الرقم التاني عشان نجمع عليه. طيب، لو انا جيت قلت فور ليت جي بيكوال الجي، قلنا هتبدأ من اول فين؟ تبدأ من اول، احنا قلنا الرقم مش هيساوي نفسه، صح؟ قلنا الرقم مش هيساوي اللي قبله او مش هيساوي نفسه، فاحنا هنبدأ من اول الاي بلس 1. فالاي بلس 1، وطول ما الجي اقل من النمز دوت لينز، والجي بلس بلس برضه. امتى الموضوع ده يريتيرن؟ ايه الكونديشن اللي انا حطيته؟ ان اللوب بتاعتي تخلص عن ان النمز اوف الاي بلس النمز اوف الجي بيكوال التارجت. طيب، انا كل اللي انا هحتاجه هنا اقول في النمز اوف الاي بي بلس النمز اوف الجي ايكوال التارجت. خلاص، هريتيرن. هو قال لي ريتيرن ايه؟ هو عايز يريتيرن الشكل ده، الاي والجي. فانا هريتيرن بالنسبه لي الاي والجي. تعالى نجرب كده الموضوع ده. نود تو سم هريتيرن عليها، رجعت لي 0 و1 و0 و2. يبقى انا كده عندي الايه؟ المشكله اتحلت. طيب، هل الحل ده حلو؟ الحل ده مش حلو. ليه؟ لان الحل ده بالنسبه لي
في 2 لوب جوا بعض، ده بالنسبة لي عاملين الاو كومبلكسيتي بتاعتي ان تربيع، الاو ان تربيع. طيب ازاي نحسن الحل ده؟ طيب تعالى نشوف نشتغل بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ تعالى مثلا نشتغل بطريقة، مثلا انا هعمل اوبجكت وابتدي احط فيه الداتا بتاعتي، وزي ما كنا بنشتغل قبل كده. اقول لك طب تعالى اقول لك حاجة، تعالى المرة دي نجرب الماب. ليه؟ عشان نتعود عليها، هي لذيذة جدا في الكتابة وسريعة بالنسبة لنا في السيرشنج، وهتنفذ لنا نفس اللوجيك اللي احنا عايزينه في الاوبجكت، بس بطريقة كلين كود اكتر واسرع. فتعالى نجرب. لو انا جيت قلت له const map equal new map عندي، والماب دي هي لسه فاضية، وبعد كده جيت قلت له انا هبدأ اللوب بتاعتي تشتغل لوب عادية جدا من اول الاي بي equal 0، طول ما الاي اقل من النمز واللينس. تمام. والاي بتاعتي بلس بلس. ايه اللي انا عايز اعمله؟ كل اللي انا هعمله هجيب الديفرنس بين الرقم اللي انا شغال عليه دلوقتي. بمعنى ايه؟ مثلا انا جيت قلت له هجيب الديفرنس بين التارجت والرقم ده، هل العشرة ناقص الأربعة موجودة جوه الماب بتاعتي؟ ازاي؟ يعني ايه؟ لو انا جيت قلت له كونست ديفرنس ده اللي هو الطرح بتاعهم، فهو التارجت ماينس النمس في الاي. حلو. طيب بمعنى ايه؟ لو انا جيت قلت له 10 ناقص 4، 10 ناقص 4 بيساوي كام؟ بيساوي 6. طب لو الستة دي موجودة عندي في الماب، ماشي، او الديفرنس ده موجود عندي في الماب، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا قلت عندي في الماب 4، وجيت بعد كده قلت 10 ناقص 6 بيساوي 4، يبقى موجود عندي في الماب، يبقى بيكملوا بعض، يبقى موجودة، يبقى هريتيرن ساعتها. طيب ازاي احط الرقم ده في الماب؟ مجرد هنا بس ان انا هقول له قبل ما نعمل الكونديشن بتاعنا حاجه، اقول له هسيت النمز وفي الاي بالاتريشن بتاعتها اللي هي الاي دلوقتي از فاليو. يعني دلوقتي حطيت النمز اوف الاي از كي والاي بتاعتي از فاليو. طيب ايه الكونديشن اللي انا محتاج اعمله؟ الكونديشن اللي انا محتاج اعمله بكل بساطه، انا جيت في اول لوب حطيت الاربعه، بقى الماب بتاعي كده، بقى الماب بتاعي عباره عن ان هو فيه أربعة والاندكس بتاعها زيرو. جيت في اللوب التانية حطيت الخمسة والاندكس بتاعها واحد، يعني جيت عملت تشيك، هل الخمسة ناقص العشرة ناقص الخمسة موجودة؟ لا مش موجودة. يبقى أنا بالنسبة لي لسه الماب ما كملتش. طيب هاجي عند الستة، هل العشرة ناقص ستة موجودة؟ موجودة في الأربعة، يبقى في الإندكس رقم زيرو. يبقى بالنسبة لي في الحالة دي هاجي ريتيرن الإندكس اللي عنده الفاليو اللي هي الزيرو، وهريتيرن معاه الإندكس بتاعت الإتريشن الحالية اللي هي بالنسبة لي هتبقى إيه؟ اتنين. فهمنا الفكرة؟ طب تعالى نكتبها كده ببساطة. يبقى الكونديشن بتاعتي الماب دوت هاز ايه؟ هاز الديفرنت ده. طيب لو هاز الديفرنت ده قلنا نعمل ايه؟ قلنا في الحالة بتاعتي هريتير الاندكس اوف الماب دوت جيت عشان هريتيرن الفاليو بتاعت الأربعة دي، وهريتير الديب ده. طيب ومعاه ايه؟ مع الفاليو بتاعت الاتريشن الحاليه، الاندكس بتاع الاتريشن الحاليه. ابقى انا كده خلصت، وده بالنسبه لي حل كويس جدا وحل بسيط جدا. وبكده تكون ايه؟ حل بسيط جدا والكومبلكس بتاعته جميله جدا، هو هتبقى او اوف ان، فده حل مناسب. طيب كده هتبقى حلنا المشكله دي بكل بساطه. مساله مهمه يا شباب، هتتكرر في انترفيوز. ده الحل كان بكل بساطه، وبكده نبقى خلصنا المساله، ونشوفكم الاسبوع الجاي في مساله